السلام عليكم يا جماعة، إيه الأخبار؟ ازيكم؟ أهلا بكم في قناة إيمان في بلاد الأمريكان، أصدقاء القناة. عملت لكم كده فيديو. صحيت النهارده الصبح بدري. صحيت الصبح أول ما أشوف حد يصحى الصبح. يونس شلبي. لقيت عندي شوية وقت قبل ما أجي على الشغل. أخدت شوية فيديوهات كده لحاجات أنا ما كنتش متخيلة إنها فعلا مهمة، بس دي انا فعلا لما جيت ما كنتش عارفاها. ففكره حلوه جدا انقل لكم حاجات من حياتنا هنا. مش بالشرط تكون سلبيه او ايجابيه، بس دي حياه، هي كده حياه بكل الكركبه اللي فيها. اللي هو عنده عربيه هيواجه ايه؟ موضوع الركنات، موضوع الاتيكيتات والحاجات دي كلها. فحقيقي موضوع مهم جدا. فصورت لكم شويه حاجات كده. فكان لازم اعمل لها مقدمه. دلوقتي هحاول لما ارجع البيت ان شاء الله هعمل لها كده، اركبهم بقى على بعض واحط المقدمه دي معاهم. هيكون من المواضيع المهمه جدا، من الفيديوهات اللي هتعجبكم. I promise you جدا جدا جدا. بس لقيت بقى ان في حاجات تانية كتير انا عماله بقى لما جات الفكره في بالي وانا سايقه عملوا ايه. طب ما ده كمان الناس المفروض تعرفه، وده كمان المفروض ناس تعرفه. فانا هحاول على قد ما اقدر هجمع لكم شويه حاجات حلوه قوي في السلسله دي. هنسميها بقى حياه المصري في امريكا، سواء كان مهاجر او مغترب او مواطن مصري هنا. الفرق بين الثلاثه: المواطن المصري اللي جاي هنا في حاجه محدده مؤقته قصيره جدا، سياحه او مؤتمر بيحضره او شوبينج او ريفر. ده جاي خلاص قاعد فتره صغيره وماشي. في المغترب اللي هو اللي اتعامل مع البلد كانها بلد من الخليج، جاي يعمل شويه فلوس، هيقعد فتره معينه، اسرت او تولد سنتين ثلاثه، يعمل فلوس ويمشي. اما في المهاجر اللي هو خلاص حزم امره وعرف ان هو هيقعد هنا وقرر يقعد. في بقى اللي هو كمان اللي هو بيضحك على نفسه، اللي بيقول انا مؤقتا وراجع. الناس اعرفهم من اكتر من 20 سنه وهم دول لسه قاعدين، ولادهم كبروا ولسه قاعدين. فلازم برضو على فكره دي نصيحه مهمه جدا، من قبل ما تيجي هنا اعرف نفسك انت ناوي على ايه، وما تضحكش على نفسك. اوكي؟ واوعد نفسك باللي هتكتبه واللي هتقرره واللي تعمله هو ده اللي هتنفذه، سواء قررت تقعد او قررت ترجع او قررت ما تجيش خالص او قررت تيجي تشوف بس البلد وتمشي. وهكذا. هسيبكم بقى للفيديوهات. ودي بقى مصيبه المصايب، الفاير هايدرنت. الفاير هايدرنت دي هتشوفها بقى في كل بلاك، هتشوف منها واحده او اتنين وساعات ثلاثه. دي اللي هي طفايه الحريق، بتيجي عربيات المطافي تفتح الدايره اللي فيها دي انت المفروض لما تيجي تركن جنبها. طبعا لو ركنت على طول جنبها التيكت بتاعها ب $145. كارثه يعني. طبعا انا اخدت منهم، عايزه اقول لكم كتير، يعني ساعات بكون راجعه من شغلي. لما كنت قبل كده في مكان ما كانش عندي فيه جراج، فكنت بتعب جدا من اللف وافضل الف على ركنه، ما الاقيش ركنه، في الاخر بزهق وبقول يلا مش مشكله كانها تمن جراج. بس دلوقتي خلاص بقى اتعافيت من الموضوع ده. شايفين بقى كده، بصور لكم من بعيد يعني. بص، اول عربيه بتركن جنبها انت القاعده بقى بتاعتك، الرولز تكون شايفين الناس مش راكنه جنبها ازاي. ما بين الفاير هايدرن واقرب عربيه تكون عندك 7 فيت، 7 و7 14 فيت كلها على بعضها. المكان ده ما تركنش فيه والا تاخد تيكت $145. برضو وانت بتركن عربيتك تاخد بالك من العلامه دي، الاشاره دي او اليافطه دي اللي بتقول نو. انا اقرب لكم عليها شويه كده، لان الكلام ده يا جماعه خطير جدا، مهم جدا، والتيكتات هنا بفلوس كتير قوي. نو ستاندينج اني تايم. وبتلاقي السهم على العمود ده، شايفين دول سهم اللي هو علامه راس السهم من ناحيه واحده، ساعات بيكون من ناحيتين. من ناحيه واحده يعني من اول العمود ده لحد اليافطه اللي بعد منه اللي بتدي لك ارشادات. الكلام ده مهم جدا يا جماعه. نو ستاندينج اني تايم. اليافطه الثانيه بقى اللي تاخد بالك منها وانت في كل بلاك، هتلاقي بتقول لك ايه؟ التنظيف بتاع البلاك. ساعات في بلاكس بيعملوها تنظيف مره في الاسبوع، وساعات مرتين في الاسبوع. هتلاقي شايفين السهم ده العلامه بتاعته راس السهم من الناحيتين، يعني ما بين العمودين او ما بين الاشارتين اللي بتدي لك تعليمات ثانيه، لان التعليمات هنا مختلفه وانواعها كتير. شايفين علامه التنظيف دي حرف البي اللي عليها زي مكنسه، بيقول لك هنا تيوزداي وفرايداي، الثلاث والجمعه من 9:30 ل 11.
فالبلاك ده بيتنضف من 9:30 ل 11 يومين في الاسبوع، الثلاث والفرايدي. كل بلاك حتى البلاك الواحد الناحيه اليمين غير الشمال ليه يومين تانيين، ممكن يكون التاني الاثنين والخميس، ده الثلاث والجمعه. ما تركنش عربيه هنا، لو ركنت عربيه هنا التيكت بتاعها كان ب 45 دلوقتي بقى ب 65 دولار. وادي البلاك التاني اهو، شايفين زي ما قلت لكم. ده ايام مختلفه هنا اهو، مانداي وثيرزداي الاثنين والخميس من 9:30 ل 11. ما تركنش عربيتك في المكان ده اللي بين السهم ده والسهم ده. تمام. والكليننج يا جماعه اللي هو العربيه التراك زي اللي انتوا شايفينها في الصوره دي، بتكون كده ليها زي مكنسه مدوره كده بتعدي جنب الرصيف تنظف الرصيف كله. بتمسك بقى طبعا دايما بيكون الاوقات اللي قلت لكم من 9 او اذا كانت لحد 10 او 11 ايا كان، بتكون طبعا الصبح. اللي بعده جراج اي بيت او بيكون فيه ممر. هي ناس بتحاول تدهن قدامه، شايفين كده باللون الاصفر قدام الجراج. جراج اي بيت انت بتروح لما يكون هتلاقي اي يافطه في اي مكان مكتوب عليها نو باركينج، ما تحطش عربيتك قدام البيت. يكون الناس سايبه المكان فاضي ازاي. اوكي ده يا جماعه دي العربيه بتاعت الفيدكس اهي عشان تشوفوها. فانت لو عملت هنا لو عدى اللي هو بتاع السانيتيشن اللي هو اللي بيدي التيكتس بتاعت الباركينج هيديلك تيكت، وهو لو ما عداش وانت نرفزت الناس دي طبعا مش هيعرفوا يركنوا عربيتهم يدخلوا الجراج بتاعهم من الشارع. شايفين ده الشارع اهو يا جماعه، مش هيعرف يركن عربيته. ممكن يعمل لك يخرم لك العجل بتاعك، او ممكن يعمل لك اي حاجه. في ناس ظريفه بتحط لك تاج كده على عربيتك، تحط لك ورقه كده فيها ما تركنش هنا تاني من فضلك، او حاجات زي كده. طبعا انا مش فاكره حقيقي التيكت ده بكام، بس برده هو غالي جدا. من الكوارث التانية اللي اوعى تعملها وانت بتركن دي محطة الباص. على فكرة عملت لكم عاملة شورت او عاملة برضه فيديو بتاع ترانسبورتيشن محطات الباص والمترو، واتكلمت عنها بالتفصيل. لما تركن عند محطة الباص ادي هنا بيحط لك علامة، من اول العلامة دي من اول محطة الباص لحد اخر البلاك. شايفين كده لحد اول الكورنر بتاع البلاك. كل المكان ده ممنوع منعا باتا انك تركن فيه. دي من اول محطة الباص. التيكت هنا يا جماعه انك تركن عند محطه الباص ب 135 دولار. ويا سلام بقى لو صدف عند محطه الباص حط لك فاير هايدرن، هتدفع التيكتين. هتيجي تلاقي على عربيتك واحد ب 145 والتاني ب 135 وبالشفا. طيب مشكله العربيه دي والركنات هوريكم حلولها هنا ايه. واللي انت ساعات حقيقي بتكون لو في اماكن بقى ريلي زي في السيتي مثلا، نقول عليها السيتي اللي هي منهاتن، بتكون حرفيا كده يعني حاسس انك عايز تشوف بيه على العربيه في لحظتها يعني من كتر ما انت اتعقدت. anyway في اماكن كده زي دي مثلا، ده كده جراج كبير جدا، ده اسمه ميونيسيبال باركينج. ادي هوريكم اليافطه بتاعته بيشتغل ازاي، لان هو انواع مختلفه. في الغالب يكون المكان اللي زي ده انت بتدخله الريت بتاعته اعلى شويه من الشارع بره. شايفين هنا ده 2 hours مكتوب عليه 2 hours parking. اوكي اكسبت سانداي بتحط عربيه هنا بيكون فري. مواعيده من 7 AM من 7 الصبح ل 10 بالليل. انت ممكن تملى لحد ايه الوقت اللي انت عايزه. الفرق بقى ايه انه افضل لك، ولا انه اغلى حبه صغيرين يعني بس تقريبا كوارتر في الساعه من الشارع بره، ان انت تقدر تملى تحط كل الساعات، تحط العربيه طول اليوم. لكن بره انت في الشارع المفروض كل ساعتين، وفي ساعات كل ساعه تملى تاني. دلوقتي عملوا الاب على التليفون، انت ممكن بس من حقك مره واحده تزود، مش هتقدر تعمل اكتر من كده يعني، زائد المره اللي تحطها في الاول زائد عليها مره تاني لحد ما تنزل تروح على عربيتك. اوكي ده كده ايه شكل الجراج. alright مكتوب هنا بسايد بيقولوا عليه هنا اهو اسمه، هقرب لكم اليافطه كده. احب الواحد يتعلم كل حاجه ويعرف اسامي. والله يا جماعه راح يجي البلد دي ما شافش حاجه ولا عارف حاجه، جه على عماه كده. في حاجات من دي لسه جايه جديد يعني قريب، مكتوب عليه هي ميوني ميتر. اوكي باي ات ميوني ميتر. وادي بقى هنشوف دلوقتي شكل المكنه وندفع ازاي. طيب دي يا جماعه هنا المكنه اللي احنا بندفع لها بتاعه الميتر. اوكي لما انت بتيجي عندها هنا بيقول لك التوقيت اهو دلوقتي دي 10 الصبح 10:15. alright في بقى الزراير دي انت بتحط اول حاجه بتحط في المكان ده الكريدت كارد بتاعك، او في المكان ده بتحط فيه الكوينز. عايز اوريه لكم تاني كده. ده المكان اللي فيه الكارت هو مش والكوينز بقى بتحطها هنا. شايفين الدايره دي
اشاور لكم عليها بقى كده ايه. دي الدايره دي انت بتدخل فيها الكورات هنا كده. انا مش جايبه المحفظه في العربيه. اوكي، بتاخد فيه دولار بيكون معدن، وفي الكوره اللي هي الكوارتر، الكوره اللي هي الربع دولار. اوكي، يا اما بتستعمل الكارت، بتدخل الكارت هنا كده، بتدخل الكارت هنا، بتروح بقى على الزراير دي، بتفضل بقى ايه اد تايم. الازرق ده مكتوب عليه اد تايم، بتكليك على ده اد تايم، بيطلع لك في الشاشه بقى انت اول 15 مينتس، وساعات جوه هنا بيكون بال 10 مينتس، في الشارع دلوقتي خلوه برده بال 10 مينتس. تفضل اد بقى بتكليك كليك لحد مثلا عايز تكمل ساعه ساعتين حسب بقى الوقت المتاح ليك، او عايز تحط الماكسيمم تايم بدل ما تقعد تزود مره واحده بتدوس على ماكسيمم تايم، وبعدين بتدوس على الزرار الاخضر يطلع لك بقى ايه التيكت للمكان من تحت من هنا. اوكي، فادي كده المكنه شكلها من بعيد، مكان الكارت ومكان الكورز ومكان بيطلع لك الايه التيكت بتاعك، وادي الزراير بتدوس عليها. تمام، بتروح تاخد بقى التيكت ده، بيكون ورقه صغيره كده بتحطها على التابلو بتاع العربيه، الداشبورد بتاع العربيه. اوكي، ده يا جماعه الراجل اللي بيدي التيكتس. انا جايه اركن هنا، شوفوا الراجل الغلبان ده اهو بيديله تيكت اهو، يلا بالشفا. شايفين لبسه عامل ازاي؟ معظمهم بيشتغلوا في الحاجات دي، باكستان وبنجلاديش والهنود، شايفينهم؟ اوكي، بياخد طبعا نسبه من كل التيكتس اللي بيعملها. الحقيقه من الحاجات الحلوه اللي بتعجبني في البلد دي انها فعلا بتعلم الناس الادب. يعني هديكم مثال على كده، لان زي ما احنا عارفين من امن العقاب اساء الادب، دي انا اتاكدت منها، لانه في ناس بتكره الرولز. لا، انا شايفه ان الرقي وان الواحد يطلع من حياته دي بفايده، انه اتعلم فيها حاجات واستمتع بيها، هو ده الرصيد مش الفلوس خالص. شايفين اليافطه مثلا مش يافطه واحده، دول 3 يافط في بعض، يعني حقيقي والله العظيم حاجه رائعه. يعني في اول واحده اللي تحت بتبين لك ان ساعات الركنه هنا مكتوب 2، ساعات بتبقى 2 ساعات بتبقى 1، اللي هو ساعات الركنه مسموح لك بساعتين ركنه، لان ده من الشوارع الرئيسيه اللي بقى فيها شوبينج يعني، فبيكون فيها الركنه بفلوس. وزي ما وريت لكم الميتر بندفع ازاي، من 8:30 ل 7 ما عدا ساندي بيكون فري، من 8:30 ل 7 تقدر تركن. اللي بعد منه السهم، شايفين السهم تحت اتجاه واحد، يعني الناحيه اللي هناك مش الناحيه العكس. هتستعبط تعمل عبيط هتدفع يعني. واحلى حاجه في الدنيا، انا بحب المثل ده او المقوله دي جدا، عايز تزعل حد زعله في جيبه، هيتعلم كويس جدا. وفي بقى المثل الاحلى منه، لان انا بحب الامثال جدا وكنت نفسي اكتب اعمل كتاب في الامثال. باين للمجنون قرصه يعقل، يعني فاهمني ازاي؟ حتى واحد عامل مجنون وعامل عبيط، عرفه اللي ليه واللي عليه، هيطلع له عقل مره واحده صدقني يعني. فادي هنا بقى بيقول لك ايه، ده اللي هو الكليننج، اللي هو من 8 الصبح ل 8:30 الصبح بتعدي العربيه بتاعت الكليننج، فما تركنش العربيه هنا في النص ساعه دي من 8 ل 8:30، ما عدا الحد طبعا بيكون ايه كل واحد يركز زي ما عايز. اليافطه الثالثه اللي بعدها السهم بالعكس، من هنا لحد وانت طالع، يعني هنا كان وانت نازل، ده وانت طالع نو ستاندنج اني تايم. بيكون مثلا في محلات ايه، في مستشفى، في مخازن، في حركه دخول وطلوع طول اليوم، يقول لك نو ستاندنج اني تايم ممنوع خالص. او مصالح زي مدارس او اسمه بوليس او بتاع، دايما هتلاقي ايه اليافطه دي نو ستاندنج اني تايم. من الحاجات الحلوه ان في احترام لكل الناس وكل الفئات. شايفين اللين اللي على اليمين دي لو لونها اخده من المساحه بتاعتنا، بس حقيقي ليهم احترامهم جدا الناس اللي بتركب البايكس. ده اللين هنا بتاع البايك على طول، بقى دلوقتي 90% من الشوارع وعامله لك رسمه البايك هنا، لازم تحترمها. ولو انت في بوليس ماشي وراك وانت مشيت على اللين ممكن يديلك طبعا تيكت. شايفين ادي راجل اهو اللي ماشي بالبايك، ماشي برضو بيحترم اللين بتاعته، وانت الخطوط دي بتحترمها وما بتتعداش على الناس اللي هي راكبه البايك. معظمهم يعني بيكونوا الناس بقى بتوع الدليفري في البرد ده، فالواحد لازم ايه برضو يراعيهم وياخد باله، لان في حوادث طبعا بدات بتحصل، لان البايك انتشرت مثلا 10 اضعاف العدد اللي انا لما جيت البلد هنا. ما تنساش ابدأ من حيث انتهى الآخرون، هتوفر وقت، توفر مجهود وتوفر فلوس. نهاركم سعيد.